تمام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا في خير وصحة وسعادة. طلاب تمريض الجدد، سواء كنت لسه جديد أو بتتفرج علينا من زمان، استأذنك تضغط زر اللايك والاشتراك عشان يوصلك جديدنا أول بأول. أول حاجة، أنا مستر محمود ثروت، زميلكم في التمريض، درست في كلية تمريض جامعة قناة السويس، وهنا احنا جايين نتكلم ونشرح كويس لكل اللي داخل تمريض جديد وخايف من الطريق. أحب أهنيك، أهلا بيك في المكان الجميل ده، متحف التمريض، حيث العلم والتمريض والثقافة وكل شيء جميل. هنناقش النهاردة بإذن الله كل المشاكل اللي بتدور في عقولكم دلوقتي والمشاكل اللي ممكن تواجهوها قدام. تابع الفيديو، لو جنبك دوشة أنصحك تبعد عنها عشان تستمع للمعلومات بهدوء وتركيز. يلا بينا. دلوقتي كلامنا عن نظام كلية التمريض، ازاي بيشتغل يا ترى. سنين الدراسة في كلية التمريض بتكون عبارة عن 4 سنين زائد سنة امتياز. انت بتاخد في الكلية ديت على مدار ال4 سنين دول مادة تمريض أساسية بيتغير اسمها كل ما تعدي مستوى. يعني في أولى بتاخد أساسيات تمريض 1 وأساسيات تمريض 2، ولما تبقى في سنة تانية تاخد طوارئ وجراحة وبالغين. هتاخد بالغين 1 وبالغين 2، وفي تالتة هتاخد تمريض أطفال وتمريض نسا، وفي سنة رابعة هتاخد تمريض صحة مجتمع ومسنين، والترم التاني في رابعة هتاخد تمريض نفسية وتمريض إدارة مستشفيات. ده ملخص سريع كده لمواد أساسيات تمريض لا تاخدها طول سنين التمريض. طب ايه الفرق بقى بين النظري والعملي؟ مادة تمريض الأساسية بتكون مقسومة لشق نظري وشق عملي. في جامعات بتجمع لك الاتنين على بعض ويحط لك درجات امتحان النظري على درجات امتحان العملي، بس مش كل الجامعات. طب تعالى نقسمها ببساطة وبالراحة واحدة واحدة كده. عندي مادة أساسيات تمريض اللي هتاخدوها في أولى، هتاخد ليها محاضرات في المدرج عادي تبع مادة النظري، ومعامل تبع مادة العملي. المعامل بتكون مسجلة أو في المعامل تحت لأنها نفس المادة بس بتتقسم على مادتين. طب ايه بقى نظام الامتحان؟ بص يا سيدي، نظام الامتحان بتاخد أول حاجة كل أسبوع معمل بتذاكره، بيكون فيديو عشان يشرح لك المهارة كويس، وملفات فيها المعمل نفسه نظري، وتروح تعمله قدام الدكتورة تسألك فيه كله في المهارة وتقيمك. ده تقييم صغير كده كل أسبوع، لازم ما تغيبش عشان ما يجيلكش حاجة اسمها حرمان، والحرمان ده زيه في النظري لو رسبت في الميد ترم، وزيه في العملي لو رسبت برضو في الميد ترم، او لو غبت كتير من الاريا بتاعت المستشفى او المعامل، انك تروح تشرح قدام الدكتورة زي ما قلنا المهارة، وهي بتقيمك. بيكون يا قدامها تشيك ليست يا اما عادي بتروح يوميا يومين في الاسبوع عملي على حسب، وهي بتقيمك وتديك درجة بتجمعها اجمالي وبتضاف لدرجة العملي والميد ترم ودرجة النظري. المادة بتقسم نظري عملي ونظري. النظري عملي ده هو الأسكي اللي انت تطلع فوق تمتحن في المدرج عادي وهنشرحها قدام. العملي عملي انك بتعمله قدام الدكتور، فيعتبر المعامل بتضاف نوعا ما الى العملي عملي، فبتضاف لمادة العملي عشان تديك درجات، لكن ما بتضافش للنظري عملي، بتضاف للعملي عملي، اللي هو انك في الميد ترم بتنزل تمتحن وتعمل المهارة قدام الدكتور، وفي الفاينل نفس الموضوع. لكن في اوسكي قلنا هنمتحنه في المدرج لسه هنشرحه، ده بقى هو اللي احنا هيتضاف عليه درجات، مش هيتضاف له درجات المعامل اللي انت هتروحها يومين في الاسبوع ولا على حساب الجامعة ما هي بتقول. كل الحاجة الخاصة بالعملي بتضاف للعملي عملي، وبالتالي بتضاف للنظري نظري، لكن لما بتيجي بترصد العملي عملي لوحده والنظري عملي لوحده وتضيفهم على بعض. طب ايه بقى نظام امتحان العملي اللي انت بتقول عليه ده؟ هنعيد تاني، ركز معايا بقى هنا كويس عشان كلام هنا مهم. العملي بيتقسم على امتحانين، امتحان نظري وامتحان عملي. النظري بيجيلك صورة على الشاشة ومعاك ورقة فاضية تكتب المطلوب. هيقولك مثلا
صورة جهاز قياس الحرارة اللي هتعرف اسمه هو السيرمومتر. يقولك ده اسمه ايه او تعريفه ايه. ممكن يقولك هات انديكيشن او كونترا انديكيشن او كومبليكيشن للمعمل ده او للجهاز ده. بص، كل المعلومات دي هتلاقيها في الملف اللي بيتبعت مع فيديو العملي اللي الدكاترة بيبعتولكم على التليجرام، او بتلاقيه في الكشك بتاع طباعة المحاضرات تحت. اظن دلوقتي انت بتسأل نفسك سؤال، مثلا تقولي هو يعني ايه انديكيشن وكونترا انديكيشن وكومبليكيشن؟ انا معاك، انا عذرك. ده في البداية عادي. انديكيشن يعتبر حاجة، يعني يقولك ليه هنعمل مهارة. يعني واحد مثلا عنده السكر، ليه يعني هنقيس له السكر؟ عشان هو عنده السكر. طب ايه اللي احنا ما نخليناش نقيس له السكر؟ لو هو مثلا السيولة في الدم عنده كده، مش هينفع نقيس له السكر من غير ما ننضف مكان انك تغزه كده، اللي هو بيبقى فيه نقطة كده في جهاز السكر، بتخبطه خبطة بس صغنونة خالص في صباعه، وبتاخد مسح الدم كده. كومبليكيشن يعني عواقب انك هتعمل المهارة. يعني مثلا في مهارات بتبقى في الرئتين، في مهارات بتبقى في التراكية، بتبقى كل حاجة ولها المضاعفات بتاعتها. يعني مثلا هتاخدوا معمل اسمه بلاد ترانسفيوشن، اللي هو نقل الدم. لو عملت نقل دم غلط ممكن يعمل ايه؟ يعمل انفكشن، يعمل عدوى كده. ففي حاجات بتبقى اسمها كومبليكيشن. طبعا الحاجات ديت كلها هقول لكم تذاكروها ازاي قدام. اللي فات ده كان نظري. دلوقتي في بقى امتحان تاني عملي. بتنزل للدكتور تحت تلاقيه ماسك لك حاجة اسمها تشيك ليست، او تقييم بيقيمك عليها. ديت نفس اللي في العملي، الاريات العادية اللي انت هتنزلها في المعامل تحت، مش المستشفى بتبقى حاجة تانية نشرحها قدام. ماشي، بيمسك لك تشيك ليست كده اللي هو بيقيمك، بيشوف مصطفى ده عمل المهارة كويس ولا ما عملهاش كويس، هل كان عاملها بشكل كافي ولا لا. تمام. لازم بتقول تفاصيل بالانجليزي مش ممكن، مش هينفع تقول كل حاجة بالمصري، لكن ممكن تقول مثلا مش هتقول يلا نغسل ايدي، لا، ممكن تقول تمام يا دكتور ممكن نعمل هاند واشنج، بعد كده هنعمل introduce myself, explain the procedure, hand washing, wear the gloves, put the patient in comfortable position, keeping the bribes. اول حاجه introduce yourself. الحاجات ديت الخمسه دول ثابتين في اي مهاره في حياتك هتقابلهم في الكليه، لازم تحفظهم زي اسمك. تمام. introduce yourself يعني اقدم نفسي للمريض. explain procedure بقول له والله يا بص يا حاج، احنا هنعمل المهاره ديت عشان كذا وكذا وكذا. اغسل ايدك، هاند واشنج، وير الجلافز، تلبس الجلافزات، حط البيشنت في كومفورتابل بوزيشن، في الوضع المناسب له. مثلا واحده هتولد، حطها فين؟ احطها في حاجه هتعرفوها قدام اسمها ليزوتومي بوزيشن او دورسال ريكامبنت. ففي كده وضعيات برضو انت هتحطها فيها، حاجات دي برضو هناخدها قدام. تمام. وبعدين كيبنج البرايفسي، دي اهم حاجة، ان المريض ما ينفعش ان هو يبقى المهارة كده قدام الناس او الزوار، لا، لازم يكون في كيبنج البرايفسي. بتنزل الستاير، بتقفل الستاير وتعمل كيبنج للبرايفسي. بالظبط نفس الصورة ديت. بيكون معاك معدات على حسب المهارة، وقدامك دول بلاستيك كده في حاجات جديدة بتاع بتكون بتسمع ضربات القلب في الولادة، بتلاقيه هي بتزق العيل كده عشان تمسكه انت بايديك. في حاجات طلعت جديد، لكن ده الطبيعي لو انت هتركب كانولا او تعمل حقنة، انك لازم كمان وانت بتشرح المعمل للدكتورة، في حين ما انت بتتكلم وبتشرح الستيبس او البروسيجر للدكتورة، لازم انك تبقى بتعمل برضو بايدك. يعني هتسحب دم، هتركب كانولا، هتحط البيشنت في وضعية صح كده. يعني طبعا بيشنت يعني مريض، عشان لو في حد المعلومة لسه جديدة عليه، وده طبيعي. اي حاجة لسه جديدة لازم تكون صعبة شوية، وفي مصطلحات طبية هتقابلكوا كتير، لكن بفضل الله في الكورس بتاعنا في محاضرات كتير بتفيدكوا في سواء المصطلحات طبية او مذاكرة بشكل عام.
طيب انت بتعمل ايه؟ بتشرح المعمل. المفروض انك ذاكرت كويس زي احنا قلنا الكلام، لكن بنعيده تاني. الدكتور هو اللي هيختار المعمل. يعني انت مثلا عندكم معمل انجكشن، في معمل هاند ووشنج. معمل انجكشن بتاع الحقن، هاند ووشنج بتاع غسيل الايد. اول معمل هتاخدوه في التمريض هو الهاند ووشنج. الدكتور هو اللي يختاره. تمام. مش انت مثلا حافظ معمل ومذاكره وتقول هو ده اللي هيجي، لا، لازم تذاكر كل المعامل. على مدار الترم بينزل لك حوالي زي 18 او 15 معمل على حسب المادة وصعوبتها، وبيتحدد لكم حوالي 5 أو 6 في الميد ترم. تمام. والفاينل برضو احيانا بيتحدد واحيانا بتاخده كله. لازم تنجح في الميد ترم او تجيب درجة حلوة. ليه؟ لان انت لو سقطت فيها يا باشا مش هتكمل وتخش الفاينل، وكمان مش هيسندك في الفاينل، لان 20 درجة حلوين ممكن يجيبوك يخلوك تجيب امتياز لو وقعت في حاجة في الفاينل او كده. بتكون في العموم درجة الميد ترم 20 درجة، بتقل وتزيد على حسب الدكتور وحسب لو في كويزات او متقسمة كويزات، او لو هي ميد ترم. وفي جامعات بتمتحن الميد ترم مرتين، في جامعات بتمتحن الميد ترم مرة واحدة. الحاجة الجديدة اللي احب اعرفك بيها، انت هنا في الجامعات مش زي الثانوي كان نظام واحد موحد، وزارة التربية والتعليم. لا، هنا وزارة التعليم العالي ما بتدعمش توحيد المناهج، لا بالعكس، ان فيها اختلافات بتكون بين الجامعات. مش فوارق في المنهج، لكن فوارق في تنظيمها وتقسيمها. عايزك تركز معايا بقى كويس هنا، عشان هنقول حاجات مش كل الجامعات معترفة بيها او كل الجامعات بتناقشها. طبعا احنا قلنا المواد الاساسية بيكون ليها مادة نظري ومادة عملي، انما باقي المواد زي فارما، مادة الادوية، مادة التمريض، العناية الصحية الشاملة، كل ده بيكون نظري بس، بتمتحنه يا اما في المدرج ورقي يا اما على الكمبيوتر. تمام. انما العملي بتمتحن زي ما قلنا تحت في الاريا، والنظري في المعامل تحت. والنظري بتمتحنه، والشاشة بتكون موجودة كده بتعرض عليها، بيكون معروض عليها الأسئلة وانت بتكتب في الورقة اللي هو بيسلمها لك. والنظري يا اما برضو على الكمبيوتر يا اما ورقي، وبيكون فيه جزء أسئلة مقالي، او احيانا ما بيكونش فيه وبيكون كله اختيار متعدد. تمام. تمام. في حاجة بقى زيادة بتضاف لمادة النظري، ألا وهي اللي هو المادة اللي هي لها نظري تمام ولها عملي. العملي بتقسم عملي ونظري عملي، ملناش دعوة بالعملي دلوقتي. في مادة النظري عادي لكل المواد، مش لكل المواد، لأساسيات بس. ركز معايا كويس، لأساسيات بس. أساسيات زي ما قلنا تتطور معاك، اسمها هيتغير، هتبقى اسمها بالغين، هتبقى اسمها نفسية، لكن هي دي المادة الأساسية اللي انت هتبقى عارف ان لها نظري وعملي. طبعا هتعرف ده مع الوقت. تمام. في حاجة بقى اسمها كيس ستادي. الكيس ستادي وستيميوليشن واريا للمستشفى، الحاجات ديت هتعرفوا من الدكاترة بتوعكوا ايه المطلوب فيها وايه اللي انتوا هتعملوه كويس. شيت المستشفى شرحناه على القناة وموجود الفيديو بتاعه، ممكن اسيب لك اللينك بتاعه في ديسكريبشن عشان لو انت حابب تعرف ايه هو وتحله ازاي. ومن الحاجات اللذيذة جدا بتنزل عبارة بقى شرحه عبارة عن انك بتنزل اريا في المستشفى، بيكون انت مثلا وعدد معين الدكتور بيحدده، الكلية بتحدده، بينزل لك ملفات، وبتبقى انت تبع الجروب، وبتروحوا الدكتورة بتقسمكوا على اقسام، وبتجمعوا بيانات، وبتعملوا شيت بقى، وبيكون في نيرسنج كير بلان، خطة التمريض، والفيتال ساينس العلامات الحيوية اللي انت قستها، ومعلومات عن البيشنت، وحاجات انت بتكملها، وحاجات بحث برضو انت بتبحثوا عن الامراض وريليتد تو ايه، وكل ده مشروح بالتفصيل في فيديو الشيت. تمام. تمام. في بقى حاجات حاجة بقى اساسية مش كل الجامعات بتاخدها، اللي انا قلت لك عليه ده تقريبا كل الجامعات اكيد بتعمله، لكن في حاجة بقى اسمها عرض وحصيلة. ايه هو العرض والحصيلة ده؟ العرض والحصيلة بيتقسموا لحاجتين، عرض وحصيلة. العرض الدكتور بتبقوا طبعا متقسمين جروب زيكم زي ارية المستشفى، وكل واحد اصلا بيكون له جروب. الدفعة بتتقسم جروبات عشان انتوا عددكم بيكون كبير، معدل 500 ولا حاجة، فبتتقسموا جروبات. تمام. تمام. الجروب بتاعك بتقعدوا في كلاس عادي، فصل عادي، بيكون فيه كراسي وترابيزة كبيرة وطاولة كبيرة او مفيش. تمام.
تقعدوا الدكتور بيديكم كيس سيناريو، يعني بيتبعت على جروب الدفعه يا اما هو بيجيبه لكم، بتشوفوه وكل واحد بيبقى معاه التليفون وبتقروه. تمام، واحد فيكم بيقراه بصوت عالي، بيكون بالانجلش طبعا، الدراسه كلها بالانجلش. فبتقرأ مثلا هاي هيز نيم از احمد، هي انجايرد، اتخبط و come to hospital at 3 PM، جه المستشفى 3 مساء، injured in his foot، اتخبط اتعور في رجله، نعمل ايه. وبيكون طبعا في تفاصيل اكتر من اللي انا بقوله ده، لكن ده شرح بسيط يعني الحاجة. بيكون سيناريو الحالة حصل لها اتخبطت، حالة تعبانة كده، على حسب الظروف. انتوا بقى بتطلعوا في كلمات مثلا انتوا لسه جديدة عليكوا، في حاجات كده بتقوم انت قايل يا دكتور ايوه انا عندي مشكلة الكلمة دي مش عارفها، فتقوم قايلك ترجمتها. طبعا ده في اولى بس، لكن بعد كده انت لازم تكون فاهم الدنيا وماشي كويس. تمام. بعدين تقول لكم طلعوا الاوتلاين. ايه الاوتلاين ديت حاجات قبل ما نكمل، بس العرض والحصيله ده موجود في جامعه قناه السويس، كليه تمريض جامعه قناه السويس، وكليه تمريض جامعه بورسعيد، وكليه تمريض جامعه دمياط. تقريبا لحد دلوقتي مفيش حد ضاف الموضوع ده عنده غيرنا. تمام. فنكمل. فبعد ما بتقروا العرض بيقول لكم طلعوا الاوتلاين ديت يعني ايه. مثلا الزكام مثلا، او خلينا نقول COPD ده بتبقى حاجة حالة بيكون فيها اللي هي الربو يعني. ماشي. بيكون الحالة ديت في لها كوزس، في لها مسببات، في لها مانجمنت، نيرسينج مانجمنت اللي هو رعاية تمريضية، في ميديكال مانجمنت اللي هو الرعاية الطبية، الأدوية والحاجات دي. فانتوا بتطلعوا اوتلاين بقى، بتقولوا مثلا كذا ديفينيشن مثلا بتاع COPD، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. تمام. طيب ايه التعريف بتاعها، اشرحها كده، اكسبلين الباثوفيسيولوجي اللي هو كل الحاجات المصطلحات الطبيه اللي انت ممكن تشوفها جديده ديت باذن الله موجوده في الكورس بتاعنا، وهنناقشها باسلوب جميل جدا وسهل. تمام. وصلنا لايه. تمام. بتقول بقى الباثوفيسيولوجي اللي هي الشرح الكامل للمرض بقى، شرح بتوسع، بتكون حاجه لذيذه جدا ودسمه. حوار الباثوفيسيولوجي ده من احسن الحاجات اللي انا بحبها عن نفسي. ممكن تشوفها صعبه لانها بتشرح المرض كاملا، لكن هي حاجه جميله جدا. تمام. بتفهمها بتعرف باقي المحاضره، وبتبقى ديت اصعب حته في المحاضره يعني. تمام. بتطلع الحاجات ديت، بتروح البيت وتجيب معلومات وتبحث، وبعدين تروح تاني يوم يا اما طابعها يا اما معاك التليفون، والدكتوره بتخليكم كده بترتيب القايمه، كل واحد ليدر وكل واحد سكرايب ده بيكتب الحاجات ورا الطلاب، ويكتب مثلا التعريف، بس بيكتب ملخص كده، بيكون في كراسه الدكتوره بتقول لكم هاتوها، وبتجمعوا من بعض وتشتروا كراسه، وبعدين بتكتبوا فيها. وبعد ما تكتبوا فيها بيكون كل واحد بتدور كده على حسب القايمة، يا اما تكون ليدر يا اما تكون سكرايب ليدر. بتبقى قاعد تقرأ الاوتلاين وتقول طيب اتفضل يا استاذ محمود، اتفضل يا استاذ ابراهيم، قول الحاجات. وبعد كده بتشرح انت، وبتحاول انك تشرح. لازم اهم حاجة انك تكون بتشرح للجمهور، مش تشرح لنفسك. يعني في ناس بتقرا كده لنفسها، تقعد تقرا تمام definition is a disease لكذا كذا كذا كذا، وهو بيبص في التليفون او بيبص في الورقه. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لازم تكون انت قريت الحاجه ديت كذا مره قبل ما تيجي، عشان لما تيجي تشرح تبقى كانك دكتور بتشرح كده للناس. طيب تعالوا نفهم ايه ديت كذا كذا، طيب الحاجه ديت كذا كذا. على فكره ده حاجه خطيره جدا، وبالانجلش طبعا بيتكلم بانجلش، ما تحاولش انك تترجم على طول، لكن ايه ممكن تدي ملخص في الاخر بالمصري او في وسط الكلام كده. ده بيكون جميل جدا، وده هيساعدك في المذاكره حتى نفسها. تمام. ده بالنسبه للحصيله. ده بقى اسمه الحصيله. ده خلاص انت خدت العرض وطلعت الاوتلاين، تيجي تناقش الاوتلاين. ده الحصيله. الدرجه بتاعتها اول عن اخر كام؟ حوالي زي 20 درجة أو 15 درجة بيتضافوا لمادة النظري العادية اللي هي مش تبع العملي، مادة النظري العادية. تمام. طب
بالنسبة بقى لتدريب المستشفى بيكون امتى وازاي؟ التدريب للأسف اتمنع حاليا في جامعات كتير من قبل وزير الصحة، وده بسبب ان تم حالات، ومش عايز اقول وفاة، على ايد الطلاب التمريض اللي نزلوا تدريب. لكن في جامعات بتحط بروتوكول وبتحط حاجات كده ان تحمي الممرضين وتحمي بنفس الوقت الطلاب، لكن مش كل الجامعات بتعمل كده، ده ان كان الموضوع ممنوع. طيب التدريب عبارة عن ايه؟ بتنزل عادي، بتركب محاليل، بتدي حقن، بتشتغل كل حاجة في التمريض عادي لحد ما يكون عندك خبرة كفاية. الحاجات دي كانت موجودة زمان، ودي كانت من الحاجات المفيدة، لان انت اصلا طول فترة التمريض بتدرس عملي، قصدي نظري. العملي بيكون على مانيكان في الكلية، يا اما بتنزل المستشفى ما بتعملش حاجة غير انك بتجمع داتا، وده من الحاجات اللي مش بتفيدك. لكن سنة الامتياز بتكون برضو الحاجات الداعمة للحاجات دي. واحلى حاجة ان كلية التمريض بيكون له سنة بحالها، فاكيد هيتعلم فيها، يعني هيتعلم كده كده. اخر حاجة بقى فترة الامتياز. فترة الامتياز بتكون 6 اشهر لمعهد التمريض، وبتكون سنة كاملة لكلية التمريض. دلوقتي بقى نتكلم عن كورس التمريض بالتفصيل. كورس التمريض بتاعنا مش جديد، هو اتعمل السنة اللي فاتت، لكن السنة دي حابين نضيف عليه حاجات جديدة وفقا للتطور ووفقا برضو لنظرية التجديد اللي بتتبعها كل المؤسسات الصحية. تمام. كورس التمريض من الصفر هو كورس جميل وخفيف جدا، وبإذن الله هنناقش فيه كل حاجة تفيدكم، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نقدم 100% من المعلومات اللي عندنا، عشان الكل يستفاد والكل يكون عنده المعلومات الكفاية اللي تخليه فعلا طالب تمريض قوي وقادر ان هو يواجه الصعوبات اللي بتواجه الكل في بداية السنة. هتكون بإذن الله العواقب ديت قدرنا نتخطاها، وداخلين الكلية بقلب جامد كده ومبشر لحاجات جميلة. واحد هيجي دلوقتي يقول لي ايه يا عم انت جيت لحد هنا وما قلتليش طيب على الطريق؟ طبعا انت فاكرني اسيبك لحد هنا وامشي؟ بالتأكيد لا. في الفيديو ده هحط لك في ديسكريبشن لينك الفيديو، اتفرج عليه. هو شرح كامل وشرح كافي ووافي للكورس وايه اللي هناخده فيه، وكل التفاصيل عن الكورس هتلاقيها بإذن الله في الفيديو اللي هسيب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن. كمان ازاي ان احنا هنقدر بإذن الله نخلص الكورس في اقل من اسبوع، عشان بإذن الله ما نكونش قطعنا عليكم اجازتكم الجميلة، وبرضه نكون داخلين الكلية مش نفسنا مضغوطة بسبب مذاكرة ولا حاجة. هو في الطبيعي الكورس سهل جدا وخفيف جدا، مش يعتبر مذاكرة جامدة ولا حاجة، لكن احنا بنحاول قدر المستطاع نبسط المعلومة ونسهل الدنيا عشان ربنا يكرمنا في اللي جاي. وخير الكلام ما نهايته سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.